السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. اخباركم ايه؟ طمنوني كده عليكم. من هجرة الحج. بدأتوا تنظيفات لرمضان ولا لسه؟ قولولي كده في التعليقات، شاركوني عملتوا ايه واخباركم ايه. ربنا يجعلها ايام كده رضا وسعادة وهنا وبركة وكل حاجة حلوة ان شاء الله بأمر الله. تعالوا بقى، واخيرا يا بنات، اخيرا اخيرا خلصت المطبخ، اللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني بصوا فيديو كده ان شاء الله تحفيزي وحلو جدا جدا جدا. ويعني بصي ان شاء الله باذن الله هتخلصي الفيديو ده، هتقومي جري جري كده تخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله باذن الله. تكميلات كده للتنظيفات بتاعه رمضان. هنخلص بقى المطبخ كده ونظبطه. يعني بما ان انا كنت عامله مخلصه معاكم حاجات، هخلص برضو معاكم حاجات تانية كده. يعني هتلاقوا في حاجات في الفيديوهات اللي فاتت مخلصاها معاكم، وبكمل بقى معاكم تنظيفات في الفيديو ده لبقية الحاجة اللي عايزة تتظبط كده وتتنضف. قومي بقى يا ست الكل كده، لو وراكي اي حاجة على طول كده على طول خلصيها. مستنية ايه؟ الايام بتجري وما عادش حاجة، خلاص الوقت خلاص يعني بيجري مننا كده ومش فاهمين في ايه بالظبط. تعالوا كده نسمي الله ونشوف كده احنا عملنا ايه في الفيديو القمر الروتين الجامد ده. في خلطة كده بسيطة خالص، بعيدا بقى ان انت تشتري المنظفات والحاجات الخزعبلية ديت ومبالغ الوقت بقت رهيبة. ان شاء الله نعملها كده بحاجة بسيطة خالص يعني مع بعض. انا في الاول خالص كده يا بنات، لو الحاجة بسيطة معاكي هتعملي الحاجة اللي هقولك عليها دي. معلقتين من ملح الليمون، عليهم حوالي نص كوباية من الكلوريكس الألوان، وكمان ضفت ليهم مية كده مغلية وسبتهم كده لما يعني الملح الليمون داب كده معايا وبس. بعد كده بقى هتاخديه كده يا ست الكل في رشاش وترشي بقى ايه على الحاجات البسيطة اللي عايزة تتنضف معاكي، اللي هو ايه بينضف فعلا كويس جدا جدا. بس لو حاجة صعبة زي مثلا الإزاز كده، أنا حطيت بقى على الخلطة دي، ضفت عليهم معلقتين صغيرين من البوتاس. تمام. بس بعد كده داب معايا خالص في كله مع بعض. بدأت ان انا ارش بقى على الحاجات الصعبة ديت اللي بتبقى دهون الفرن من جوه، الباب بتاع الفرن، بس الازاز بقى زي كده شايفين بالظبط المفاتيح بتاعه البوتاجاز. بس سطح بقى البوتاجاز وكده لا منجيش جنبه. ده هتعمليه اللي هو الملح الليمون مع الكلوريكس. تمام. وحطيت كمان عيون البوتاجاز مع كلوريكس الالوان والملح الليمون، وسبتهم شويه لغايه ما اخلص كذا حاجه كده، وارجع لهم بقى بالسلكه اللي هي الخشنه، وابتدي ان انا اغسلهم حلو قوي قوي. ان شاء الله تشوفوهم معايا زي الفل كده من غير حاجات يعني بصوا جامده كده في الاسعار او حاجات كيماويه يعني بصوا صعبة وكده. ده بقى يعني ايه المعلقتين الصغيرين دول هيوفروا معانا. هو يعني بتبقى حاجات بسيطة كده، هتجيبي مثلا ب5 هتظبط معاكي المطبخ. تمام. غير ان كمان بيبقى اصلا كده ولا كده موجود اصلا في المواد اللي احنا بنشتريها. تمام. بس كده دي الحاجات البسيطة خالص اللي هتوفر معاكي وهتنضف كمان، وتبقي بصي انتي الكسبانة في الاخر. بس كده يا بنات، بس للأمانة وانتي بتحطي المعلقتين تكوني بعيدة بس ايه يعني ايديكي كده للإزازة البخاخة دي وانتي بعيد. تمام. عشان برضو ايه ما تستنشقيش يعني ايه الريحة بتاعتها وكده فتتعبك. بس كده ما فيهاش اي حاجة بصراحة. ده كل اللي عليكي ان انت تعمليه، وانت بترشي برضو تبعدي، مش لازم يعني نقرب من الحاجة قوي، من بعيد لبعيد كده. فاهمين؟ بس هي مش حاجة قوية قوي يعني. بس كده زي ما انتوا شايفين غسلت بقى الازاز، اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم بارك، وسبته يتصفى، وبدأت ان انا ارجعه كده واربط عليه المسامير جامد جدا.
اهم حاجه يكون معاكي برضو الفرن نشف. وعايزه اقول لكم ان انا كمان فتحت الفرن علشان اتاكد ان ما فيهوش ميه لما اقفله بقى واسيبه بقى لما اجي استعمله، فاهمين قصدي؟ لا احنا نقفله كده واحنا ضامنين ان ما فيهوش ميه عشان ما يحصلوش اي حاجه لا قدر الله تاكل او اي حاجه من الميه لما تبقى فيه. احنا عارفين بتعمل ايه الميه، مضره للاجهزه. ففتحت كده البوتاجاز لغايه ما نشف معايا تماما تماما خالص. بعد كده خلاص بقى يعني تمام كده قوي ومية فل وعسل. جبت بقى العيون البوتاجاز بعد ما اتصفت معايا، شايفين كنت دعكتها بالسلكه زي ما شفتوا. ده كده انضف حاجه للعيون معايا بالشكل ده. سبتهم اهم حاجه برضو يتصفوا كويس، وبعد كده جبت الفويل وعملتهم بالشكل السهل الخطير ده. بحب احط فويل عشان بيحافظ عليه، وكمان انا مش بقرب الفويل للفتحه بتاعه الغاز من تحت، فاهمين؟ دي اهم حاجه ان انت تبعديها خالص، يا دوبك بس حاجه تمسك في العيون البوتاجاز من الفويل، فاهمين؟ تبقى ماسكه بس كده حاجه بسيطه خالص. ومسحت سطح البوتاجاز كده يا بنات بشويه من الخل عشان اللمعه، وكمان نقطتين من الزيت عشان يحافظ لي كده على سطح البوتاجاز معايا. وده كده اول انجاز خلصته، اللهم لك الحمد. خلصت كده البوتاجاز ورجعت بقى كده حوامل البوتاجاز وكده تمام قوي. الفرشه دي يا بنات كنت سايباها في ميه سخنه وعشان تنضف كده معايا، بيبقى فيها يعني ايه، مش بتنضف بالساهل يعني، بيبقى فيها بقايا اكل كده من جوه ومع شويه بريل لغايه ما نضفت كده معايا واتصفت. فقمت رجعتها بقى تمام يعني مكانها كده في الدرج. نيجي بقى للكارثية دي، بس بصراحة مش كارثية كده ولا حاجة. شايفين بقى السهولة؟ كنت شاركتكم قبل كده برضو تنظيف الشفاط بالشكل ده. بصوا لما جيت بقى افكه علشان بقى ايه اراجع عليه كده واظبطه باسهل حاجة، شايفين الجمال بيطلع معايا بكل سهولة ازاي، ونضيف جدا ومش هياخد وقت معاكي خالص خالص يعني. ده كده يا بنات استرتش راب بعمل بيه بعد ما بنضف كده تنظيف كده، شايفين يعني بسيط جدا اللي هو لا يذكر يعني. بعد ما بنضفه وبسيبه يتصفى بعمل عليه الاسترتش راب، هتشوفوه دلوقتي. انا نزلته كده وزي ما شفتوا شلت الاسترتش من عليه، وبعد كده بقى بنات بدأت ان انا اغسله كده زي ما شفتوا كل قطعة فيه، وهسيبه يتصفى بس كده. تعالوا بقى بينا كده، عايزة اغسل برضو الشباك دي. الخلطة شايفين بقى يا بنات الزيوت كلها معروف ان بتيجي على السلك بتاع الشباك. دي الخلطة اللي هي التانية اللي هي صعبة ازالة الدهون، الصعوبة دي اللي بقى اللي هي بالكلوركس الوان، وطبعا الملح الليمون اللي هي الخلطة دي. انا بس زودت عليها زي ما قلت لكم البوتاص رشتين كده وبختين عليهم، فوروا لي الدنيا دي خالص. شويه ميه بعد كده نضف معايا، وكنت غطيت كده الفلتر. لو انت عندك فلتر كده تحت الشباك ومش عارفه تشيليه زي حالاتي، حطيت عليه كيسه كده عشان ما فيش اي ميه توصل له برضو، عشان كنت شايله الكفرات برضو هغسلها بتاعه الفلتر وكمان بتاعه الغاز. هغسلهم بقى غسله حلوه كده وان شاء الله هبقى ارجعهم. بس كده. طبعا ابتديت بهم عشان برضو يلحقوا ينشفوا وبس. سبت كل حاجة بقى كده زي ما انتوا شايفين في المطبخ، كل حاجة تتصفى، الشباك يتصفى وكمان الشفاط زي ما شفتوا. ودخلت بقى ايه اخدت الحاجات الجميلة دي كده تتغسل برضو غسلة حلوة كده. اخدت كده التربو فضيته خالص من اللي كان فيه وبدأت غسلته وسيبته بقى يتصفى على جنب. وكمان اخدت الباسكت بتاع الغسيل برضو غسلته كده غسلة حلوة باسبونشة وبريل او اي حاجة يعني موجودة عندك. بس غسلته بقى وهسيبهم يتصفوا. وبعد كده اخدتهم البلكونة، فرشت الفرشة الجميلة دي وهسيبه يتصفى بس كده زي ما انتوا شايفين. وكمان كنت اعزكم الله غسلت كمان باسكت الكمام. بس هسيبهم بقى يتصفوا وبعد كده ندخل على المطبخ واشيل بقى الاكياس اللي كنت حطاها دي على الفلتر، وهمسحه مسحة حلوة كده عشان لما اجي ارجع بقى الكفر والكلام ده يبقى معايا نضيف وزي الفل. بعد كده يا بنات جبت الشفاط وبدأت ان انا اعمله كده بالاسترتش راب
شايفين يعني بغلفه كده زي ما انتوا شايفين عشان يحافظ عليه اكتر وقت ممكن وان هو ما يتفكش. خدي بالك من الطريقة عشان هي سهلة وهتنجز معاكي، لان هو صعب بصراحة لما بتيجي تفكيه من الرول كده بتاعه بيبقى بصي يعني حاجة كده ايه صعبة وعايزة حرص زي ما انتوا شايفين بيقوم ايه كاشش كده، فلازم تلحقيه بسرعة وتظبطي الدنيا معاكي اوام يعني. بس كده ان شاء الله تكون طريقة سهلة كده وبسيطة عليك يا ست الكل، عشان ان شاء الله بإذن الله بعد كده يبقى الموضوع سهل عليك. يا دوبك هو كان بسبونشة زي ما شفتوا فظبطته كده ونشفته بفوطة، وبعد كده بعد ما نشف بدأت ان انا بقى ايه اغلفه زي ما شفته ورجعته شغال معايا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وكده المهمة دي كمان انتهت. بعد كده انا كنت قلت لكم قبل كده في فيديو ان انا كنت عايزة اعمل يعني احط حاجة على الازاز ده، عشان كان في عليه ستيكر تاني وكده فكان برضو من الدهون والكلام ده، فكنت شلته ونضفت مكانه وقلت ان شاء الله هبقى يعني ايه اجيب ستيكر تاني واحطه. فلقيت الستيكر اللي كنت عاملاه معاكم الفيديو الجميل القمر دوت وجاب نسبة مشاهدة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. شكرا ليكم حبايبي وشكرا على كلامكم الجميل وكل دعوة دعتوها لي وكل كلمة طيبة. ربنا يكبر بخواطركم يا رب ويسعد قلوبكم جميعا. فالرول طبعا لسه موجود، فقلت بقى ايه اظبط كده الازاز معايا واخد المقاس كده زي ما شفتوا. بدأت اخد التانيات بتاعة الازاز في الرول، وبعد كده قصيته زي ما انتوا شايفين بكل سهولة، وعملت كمان الماسورة بتاعة الغاز فادتني برضو شكل حلو. كنت حاطة برضو ستيكر تاني عليه شلته عشان برضو الدهون والكلام ده، وقلت برضو اغير ويبقى شكلهم كده يعني كله مع بعضه حلو والدنيا تبقى رايقة كده ونضيفة معايا وهادية. بعد كده انتقلت يا بنات للتلاجة، فضيتها وغسلتها زي ما انتوا شفتوا وخدت كل حاجة فيها كده تتغسل وتتصفى. وبعد كده دخلت بقى على التلاجة ذات نفسها. بصوا نسفتها كده نسف، خليتها كده بتبرق وبتنضف معايا. كل حتة بقى كده فيها غسلتها بالسبونشة وشوية بريل بس مش اكتر من كده. محبش احط بقى كلوريكس الوان والكلام ده في التلاجة عشان الحاجات ده الله اعلم بعد كده لما نشغل التلاجة ممكن تتفاعل او حاجة لا قدر الله، فمش ما هياش يعني مستاهلة الموضوع. شوية كده من البريل زي ما قلنا وشوية من المية وبس كده يا بنات بالسبونشة تبقى معاكي ان شاء الله زي الفل. ده كده الكوبايه اللي كانت قدامكم دي كده ميه سخنه. لو معاكي الكاوتشه او اللي هو الجزء دوت اللي بين الباب والتلاجة ذات نفسها المجسم بتاعها، لو مش بتقفل كويس هتقفل معاكي بعد ما يعني ايه بشويه الميه السخنين دولت، فهتطرى كده معاكي واكنها لسه جديده وتقفل معاكي كويس. بعد كده بعد ما خلصت التلاجة وطبعا لازم تسيبيها تنشف، انا طلعت التلاجة لقدام وكنست تحتها ومسحت. بس طبعا انتوا شايفين الفيديو اصلا طويل فحبيت اختصر، يعني في حاجات كتيرة اختصرتها معاكم يا دوبك بس مسحت. ومسحت الحيطة كمان ورا التلاجة وكمان الارضية وتنشف برضو معايا هي والتلاجة تسيبيها مفتوحة، وبعد كده نرجع الدنيا دي كلها كده مكانها وبس كده يا حلوين. بعد كده يا بنات دخلنا بقى ايه تحت الحوض، اخدت المنظمات والحاجات دي كلها غسلتها كده زي ما انتوا شايفين يا امارات غسلة حلوة. وجبت كمان الجاروف اسيبه في حاله، لا طبعا لازم كده يعني ايه من فترة للتانية بقعد ايه بغسله كده يعني علشان ينضف كده معايا. وبالسبونشة بقى الظهر بتاعه واخليه كده فلة فلة فلة. طبعا حطيت عليه كلوريكس الوان ونضفته كده وبقى زي الفل معايا وهسيبه يتصفى. رجعت المنظمات طبعا بعد ما اتصفت وده الشكل كده النهائي. الحاجات اللي تحت دي في حاجات منها الكلور والبريل وفي حاجات بقى يعني حاجات بتاعت زوجي وكده حطها على جنب برضو، وطبعا المنظمات بقى فيها المنظفات وبس كده يا حلوين. بعد كده جبت بقى الكوبايات دي. انا كنت في البداية خالص حطيت مية وفيها كلور، وحطيت بقى الكوبايات اللي هي صفرة مش نافع معاها ولا سلكة ولا اي حاجة عشان تنضف فبتبقى بصوا صفار كده غريب. وطلعتهم كده وغسلتهم كذا مرة، ويا ريت بقى تغسليهم كمان بمية سخنة علشان تتعقم معايا. واخر حاجة شوية من الخل ونضفت معايا وبقت معايا بالشكل ده كده. شايفين رجعت بصوا بتبرق كده اكنها لسه جديدة حالا.
جبت بقى كل الحاجات اللي انا كنت عايزه اغسلها دي، وسبتها تتصفى وكنت هرجعهم في الرشاقه. بصراحه بصوا الرشاقه يعني شكلها ما عجبنيش، انا كنت دهنتها قبل كده بس يعني ايه، خلاص بقى عايزه تاخد وش تاني كده عشان تديني لمعه حلوه اكنها لسه جايه جديده حالا. اخدتها البلكونه ودهنتها حلوه قوي قوي، وبعد كده يا بنات هسيبها بقى في البلكونه تنشف لغايه ما اخلص اللي ورايا. زي ما انتوا شايفين الضلفة دي كده فضيتها خالص، وحاطه فوق كده السكاكين والمقصات والحاجات اللي هي ممكن تعور دي، بعيدها كده عن احمد بالذات يعني بالاخص. فمطلعها فوق كده، فهنزل بقى كل الحاجات دي كده واديها مسحة حلوة، وكمان همسح بتاعة التوابل مسحة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. بس كده، لو ما عندكيش مناديل ما توقفيش نفسك، يعني اي فوطة صغننة كده تكون نظيفة طبعا اكيد يعني. وبس يعني في السريع في السريع كده انا كنت لسه عاملاها معاكم ومنضفة يعني يعني انجزت معاكم حاجات اللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني بتبقى حاجات كده، في حاجات بنعملها جامدة، وفي حاجات بقى اللي هي ايه بسيطة وكده، فبتاخد وقت يعني اللهم لك الحمد بسيط عشان كنا عاملينها مع بعض قبل كده، فالدنيا بتبقى خفيفة يعني. ده كده الجزء بتاع الحلل. يعني بصوا انا كده حاطه قماش، انا كده قصه قماش وحاطه بين الحله والتانية علشان ما يجرحش. بصراحه كنت بحطهم كده ومفيش طبعا مساحه يعني ان احط كمان الغطيان بتاعت كل حله فوقيها الحله الاصغر منها، مفيش مساحه للكلام ده، فبقيت اقص كده قماش وبحطه في الحله ذات نفسها وفوقيها الحله التانية علشان ما تتجرحش مني وتحافظ عليها. ده الموجود يعني المتوفر عندي، فحبيت ان انا ايه الحق كده وانقذها، انقذ الحلل وكده يعني. بس كده، واجا بقى وقت الغدا يا بنات، واحسن وقت بقى ان انت ايه تكوني عامله غدا من قبلها، اللي هو ايه عامله حسابك على غدا لتاني يوم، يعني بتبقى الاكله مظبطاها على يومين تمام. تطلعيها بقى وتسخنيها، وبس كده تكوني انجزتي حاجه برضو، وعارفه ومطمنه ان في اكل موجود عندك، فمش يعني مش هتبقي محتاره وكده، ويبقى عندك اليوم ده للتنظيف وبس. تيجي بقى تظبطي الاكل كده وتسخنيه. كان عندي كنت عامله بطاطس بالسجق يا دوبك، كانت في صينيه كبيره، حطيتهم في البايركس الصغير ده ودخلتها الفرن، يا دوبك اخدت كده ايه وش كده وسخنت معايا، وشها اتحمر حاجه بسيطه، ومعاها شويه رز ابيض وشويه مخلل، والله لك الحمد ولك الشكر. نيجي بعد كده يا بنات، مسحت بقى الحيطة زي ما شفتوا، الحيطان بقى بتاعت المطبخ كلها مسحتها مسحة حلوة. وخلي ايديكي بالذات في الحيطة بتاعت البوتاجاز، علشان ده سهل عليكي بعد كده، يا دوبك بس شايفين بتمشي عليها كده حاجات بسيطة فبتديكي لمعة، اللي هو فاهمين هي نظيفة اصلا بس هتديكي لمعة كده واحساس كده بالنظافة. وعايزة اقول لكم كمان جبت شوية معطر في اخر مسحة، طبعا بنمسح كذا مرة، واخر مسحة دي حطيت فيها معطر، وبدأت مسحت الحيطان بعد ما مسحتها اول مرة طبعا بالكلوريكس الالوان. فبقت معايا بصوا البلاط كده نضيفه زي الفل. وزي ما شفتوا كده يا بنات رجعت الرشاقة، وطبعا كان فيها حاجات كده عايزة ارجع عليها كمان كده بالفرشة بس، وظبطتها كده ورجعت الاطباق كمان والكوبايات مكانها وكده تمام قوي يعني. رجعت كل حاجة زي ما كانت. همسح بقى يا بنات الرخامة التانية وكل حاجة كده عليها، واي حاجة بقى كانت بتقابلني كنت بمسحها كده وبعمل لها ريفرش. وبس اكون كده اللهم لك الحمد ولك الشكر خلصت كده وانجزت المطبخ. بس ربنا يجعلها كده يا ربي ايام جميلة على الكل، ايام فرح وسعادة وهنا، ويعني اهم حاجة مغفرة كده، وربنا يكون راضي عننا جميعا. ويا بنات يعني الانجاز دوت مش عشان حاجة او كده، لا احنا نكون يعني مبسطين الدنيا علينا ان شاء الله. في رمضان تبقى للعبادة، طبعا هيبقى في تنظيفات، ما فيش حاجة ما اسمهاش ما فيش تنظيفات في رمضان، هيبقى في حاجات تنظيفات وكده بس هتبقى بسيطة ولينة عليكي. دي حاجات كده الصعبة بنخلصها علشان تبقى الموضوع يعني هين كده علينا. وزي ما شفتوا فرشت كده وعطرت المطبخ، ويعني اللهم لك الحمد ولك الشكر اكون كده يعني خلصته. وطبعا اكافئ نفسي بقى بكوبايه شاي زي ما انتوا شايفين بقى، طبعا نغير بقى الهدوم اللي اتبلت دي وحالتنا لحاله. وبس كده يا بنات يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر. والبسكوت القمر اللي كنت عملته معاكم كام واحده كده مع كوبايه الشاي
أكافئ نفسي طبعًا بعد اللي أنا شُفته دوّة، وبعد بُصّوا يعني بس كانت سهلة ويعني خفيفة، ربنا يجعلها خفيفة عليكم يا رب. ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك كمان عشان تنوروني، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.